اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم كاسب، برجع لكم بفيديو جديد ان شاء الله. في اليوم عندنا هجمه البولر، بس قبل ما ابدي الفيديو شوفوا القريه التاون 10 ماكس. هاي صراحه قريه صديقي جعفر او الكسندر. قلت له اعطيني اياها وخلي اصور بيها، قال لي عادي. المهم يا شباب، هذا هجمه البولر. وايضا هذه صراحه اول هجمه اهجمها بالبولر. مثل ما تشوفون بسجل الهجوم مسح تاون 10 ماكس، يعني صراحة شيء كلش زين إذا أنت أول مرة تستخدم هاي الاستراتيجية وتمسح تاون 10 ماكس. راح أهجم أنا هجمة مباشرة وياكم، وبعدين أرجع أعيد لكم هاي الهجمة اللي مسحت بها تاون 10 ماكس. أوكي يا شباب، بس خليني مهذني وياكم. الاستراتيجية البولر هي استراتيجية كلش قوية. شوفوا أنا يا شباب، عندي جولم بالدعم وعملاق، وعندي 25 بولر و6 هيلر و3 مفجر سور. وأيضا السبيلات عندي واحد فريز، واحد جمبو سبيل، واحد هيل سبيل، 2 ريج سبيل، وايضا 2 بويزن. والملوك عندي 25 ب 30. اوكي يا شباب، خلينا ندور القرية المناسبة لهذه الهجمة او لهذا الجيش. طبعا هذا الجيش او جيش البولر يحتاج تصميم مفتوح مثل هاي القرية يا شباب. طبعا هذا التصميم هو التصميم الزين لهذا الهجوم. مثل ما تشوفون انا اشتري ديش قرية، فكلش حلو هاي القرية، فخلينا نهجم عليها. الاستراتيجية البورة انه تصفي الجهات وتخلي الباقي الجيش في وسط القرية يا صديقي. اوكي، هسه نبدي ننزل هيلرين وواحد اثنين واحد اثنين. اوكي، نزلنا 5 بولر هنا. ننزل 4 بولر وواحد اثنين هيلرين. اوكي يا صديقي، ننزل الجولم هنا وننزل مفجر سور. حلو، بس يفتح عندنا جدار. راح ننزل الملك والملكة وايضا باقي البولر يا صديقي، وننزل المفجرين السور الباقيين. وايضا حلوة ساعدنا هنا هجمة كلش حلوة. مثل شوفوا البولر بس لا يشطح عندنا. عندنا نقص بالهيلر، ونزل نسينا ننزل الهيلر. ننزل هنا وايضا ريج سبيل وخاصية الملكة. غلط نزلت هيل سبيل، فلازم انزل ريج سبيل يا صديقي. وايضا نعطي فريز هنايا كلش حلو. بويزن سبيل. طبعا صار عندي هواية اخطاء بالهجوم. ذبيت الهيل سبيل بدال الريج سبيل. طبعا هذا خطأ كلش كبير، يمكن صار عندنا خطأ بالهجمة. حلو، عندنا هنا الجول ورا بولر، فراح يصير عندنا شيء كل زين انه الجولم راح ياخذ الضربات. وعندنا الملكة الماشية. شوفوا عندنا هنا جولم وهيلر، شي كلش حلو وقوي. وايضا عندنا هنا هيلر وباولر باقين جاي ينظفون هذه الجهات. وايضا الاكسبو ماكس ما جاي يقدر يسوي اي شيء للباولر ليفل 2. صراحة كلش قوي بعد التحديث سووه، وايضا بعد ما نقصوا المساحة من 8 إلى 6. اوكي يا صديقي، ما ادري راح نمسح او لا، لكن بعد حسب الوقت انه نشوف ماكو اي مباني على الجهات. كلش حلو. مثل ما تشوفون يا شباب، هذا الهجمة المسح، تقدر تقول مسح او لا، والله ما اعرف، يعني شوية السالفة صعبة. عندنا هيلر 2 جولم وباولر من هذه الجهة، فشوية صراحة يا اصدقائي. هنا عندنا الهجمة ما اعرف، يعني هسه انا وياكم على الهيلر، هيلر وملكة. اوكي بعد الصبر جميل، الصبر جميل. اوكي، عندنا دفاعين وهيلر، ونحاول بلكة الهيلر ترجع دم الملكة حتى نقدر تعرفون يا شباب. شوف الحظ يا شباب، الحظ يا شباب، الحظ. باي باي الملكة. اوكي يا شباب، مثل ما شفتوا قوة الهجمة. وايضا صار عندي اخطاء هواية بالهجمات، فلا حد يقول لي انه خطأت. صحيح انا خطأت، نزلت الهيل سبيل بالمكان غلط، استعجلت بدل ما انزل الريج سبيل. انا دست على الريج سبيل لكن خطأت ونزلت الهيل سبيل. ايضا خليني اوريكم الهجمة اللي مسحت بيها. يعني صراحة هذا انجاز انه اول مرة تهجم بهيج استراتيجية وجاي تجيب هذه النسبة الحلوة. فوق يا صديقي هذا الكلان مالتنا بغداد سولجرز. اوكي، راح اوريكم الهجمة المسح. طبعا نفس الاستراتيجية ونفس طريقة الهجوم، لكن هذا ماكس كل شيء من عدا الاير ديفنس والملوك والجدار، يعني عادي ما حد قليلين يقدرون يمكسونه. اوكي يا صديقي، انا بديت نزلت، خليني اوريكم اشرح لكم بهاي الهجمة راح اشرح لكم الاستراتيجية. نزلت 5 بولر و2 هيلر، وايضا من هاي الجهة نزلت 4 او 3 بولر و2 هيلر. اوكي، هنا صاروا 4. بقيت هذا الكانون ما دمرته، حتى راح تعرف ليش. اوكي، هنا بقى الكانون بالنص حتى الجيش اللي نزل هنا ما يروح على اليمين او يسار، كلهم يروحون
إله. مثل ما تشوفون سويت فنل أو طريق للجيش حتى ما يشطح لخارج القرية. نزلت كل الجيش. صراحة ذيك الهجمة صار عندي هواي أخطاء، يعني شوية صار خطأ اللي هو الهيل سبيل نزلته بدال الريج سبيل. أوكي مثل ما تشوفون هاي الهجمة نزلت ريج سبيل. ذيك الهجمة لازم أنزل ريج سبيل مو هيل سبيل. وأيضا نزلت الفريز سبيل على الملكة. مثل ما تشوفون هذا الفريز سبيل نازل على الانفيرنو والاكسبو والملكة. صراحة هذا كان فريز ممتاز مكانه. وأيضا اعطيت ريج سبيل وهيل سبيل وخاصية الملك. صراحة هم هذا لازم فقط يوصلون البولر والملوك إلى نص القرية. تعطي باقي السبيلات للبولر والملوك. وأيضا نشوف إلا البولر اللي هم مسحوا القرية وأيضا قضاء على القرية. مثل تشوفون أيضا شوفوا شلون هجمة حلوة وممتازة. صراحة هجمة البولر مو كلش صعبة، لكن لازم اكو اشياء. والقرى اللي تهجم عليه هي القرى المفتوحة مثل ذني. تهجم عليه قرى وتمسحها بكل سهولة بدون اي تعب، وما يكون عندك اخطاء بالهجمة. مثلي انا هجمت قبل شوية نزلت هيل سبيل في المكان خطأ. اوكي شباب وصلنا لنهاية الفيديو. شنو هاي لنوصل لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم، وما تنسوا اللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين. وقولوا شلون هاي القرية اللي تان 10 ماكس ما طور تان 11 او لا. اوكي شباب لنوصل الى نهاية الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوا باللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين. كان معكم كاسبر، نلقاكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.